قال الشاعر الأديب رزاق آل بوعسكر: من النادر أن يمتاز الإنسان بأكثر من إبداع يشد الأنظار وإعجاب الآخرين، إلا أن صاحب هذه القصيدة المعبرة عنه جاء صادقة فيما يمتاز به من ميزات وفطنة، أهمها التصوير متألق وأشعار الغزل والمد والهجاء اللاذع المعبر عن آلام غيره، سيما حبه للسفر والاستطلاع على الآثار ودراسة التاريخ المحلي لبلاده. إنه الأخ المهذب سجاد جدعان الجبوري، سدد الله خطاه للإبداع والتألق. أجاد بالشعر والتصوير. عنوان هذه القصيدة: قالوا: فتنت بسجاد، فقلت لهم: شوقي لسجاد شوق الأرض للمطر. طابت مودته في القلب، بل نقشت بين الجوانح نقش الحرف في الحجر. إني لأهواه شيخا في بداهته، وفي دعابته كالطفل في الصغر.